تخيل لو حياة ابنك تمنها 8 مليون جنيه ولازم تجمعهم قبل 40 يوم، وإلا ابنك هيضيع من إيدك. النهاردة أنا معايا المأساة اللي انتوا سمعتوها دي. ازيك يا أم أحمد؟ ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك انت حكيتي لي الحكاية كلها وأنا عايزك تحكيها للناس السادة اللي بيتابعونا. أيوة حضرتك، أنا أحمد بعد ما بابا توفى بشهر ابتدت تظهر عليه أعراض كتيرة يعني، ووديته كشفت عليه في كذا مستشفى يعني، واكتشفت ان احمد بيعاني من مرض نادر اسمه ضمور عضلات الدوشين. المرض دوت بياكل في عضلات جسمه تدريجيا، بياكل في كل حته في جسمه، بيموت كل حاجه فيه. بيبدا بعضلات الرجل، بعد كده عضلات الايد، يبتدي يخش على عضله الرئه، كل عضله في جسم الطفل، واخر حاجه بيوصل الضمور لعضلة القلب وبيسبب ليه الوفاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هو ضمور عضلات؟ أيوة، ضمور عضلات الدوشين. طيب حضرتك قلتي لي أنا محتاجة 8 مليون جنيه في 40 يوم وإلا ابني هيضيع مني. أيوة حضرتك، أنا فاتحة له حسابات تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي. الحسابات دي بقالها 2 سنين وتم تجميع 5 مليون و200 ألف، وباقي على الجرعه الاولى بس بتاعت احمد. هي الحقنه حضرتك في السنه ب 27 مليون، الجرعه الاولى بتاعته اللي هي في ال6 شهور الاولانيه ب 13.5 مليون، اتجمع في الحساب 5 مليون و200 الف. انا بس كل اللي انا طالباه ان ربنا يشفيه وكل اللي يشوف احمد يساعده. بس انا مش عايز حضرتك تبكي. يسر فرق وغد روحي. طفل بيموت قدامك وانت مش عارف تعمل له ايه. يعني الامل الوحيد في ربنا في الحقنه ديت، عندي امل في ربنا ان ربنا ياخد بايده ويشفيه ويعرف يعيش حياته زي اي طفل طبيعي. انا عايز اطمن حضرتك، طبعا كل شيء بامر الله، بس احنا في مصر والنبي عليه الصلاه والسلام قال ادخلوها امنين، وربنا عز وجل بيقول اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم. الفيديو ده يا جماعة مش للمشاهدة، الفيديو ده للشير. الفيديو ده احنا مش عايزين اي حاجة منه غير ان احنا نشارك الفيديو ده على قد ما نقدر. لو حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام اعمل مشاركة للفيديو ده عشان خاطر ننقذ حياة طفل زي ده. الست دي عملت حساب بنكي موثق ومرخص تابع لوزارة التضامن الاجتماعي. بس المشكلة ان الحسابات اللي تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بيبقى ليها مدة محددة لجمع التبرعات 2 سنين، وبعد كده الحسابات بتتقفل تلقائيا. الست دي بقى لها 2 سنين بتعاني وبتصارع يوم ورا يوم، يوم ورا يوم، لحد ما ربنا قدرها تجمع على الحساب ده 5 مليون جنيه. والحساب ده مرخص وتابع لوزارة التضامن الاجتماعي وتابع لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي. يعني كل جنيه هتتبرع بيه الجنيه ده في مكان مضمون وهيدفع ثمن العلاج الطفل ده. احنا عاوزين الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من الناس علشان نقدر نجمع المبلغ، مش قليل. لو الفيديو ده جاب 8 مليون مشاهدة وكل مشاهد بس اتبرع بجنيه، أنقذنا حياة بني آدم، أنقذنا حياة إنسان، مش بس إنسان، أنقذنا أسرة كاملة. تخيل كده لو انت شايف حد بيغرق وفي ايدك تساعده، بالله عليك. انا بتكلم بكل ثقة، لان الراجل ده، الطفل ده والست دي، معنى ان هم عملوا الحسابات وعملوا الاوراق وعملوا كل حاجة، يبقى الكلام ده صدق. حساب احمد ايه يا مدام؟ احمد هاني محمد. حساب احمد هتلاقوه ظاهر قدامكم دلوقتي وهتلاقوه في اول تعليق. الدل على الخير كفاعله. لو مش هتقدر تساعد اعمل مشاركة للفيديو ده. انت نفسك في ايه؟ نفسي احمد يخف، انا مش طالبة اي حاجة من الدنيا دي الا احمد يخف ويبقى كويس ويعيش طبيعي زي اي طفل. الست دي على فكرة جايالي من محافظة تانية، يعني سافرت 6 ساعات مواصلات وجات لحد بيتي وقالت لي انت عندك متابعين، عندك ناس بتتفرج عليك، انا عايز صوت ابني يوصل للناس دي. بقى لها 2 سنين وفاضل 40 يوم، يعني يعتبر احنا اخر امل، واتمنى نكون احنا اول امل. احمد، انت بتروح المدرسة؟ لا. ليه؟ عشان ما بقدرش. كم سنة دلوقتي؟ 8.
يعني انت بقالك هو مش المفروض اولى ابتدائي يبقى اصغر من كده؟ هو عشان في مدرسة تجريبي، فالتجريبي بتاخدوهم كبار يعني. الابتدائي بيخش KG 1 وهو 6 سنين. طب انت نفسك تطلع ايه كده لما تخف كده ان شاء الله وتكبر؟ نفسي اطلع مهندس. والله ان شاء الله تحب الحسابات؟ ان شاء الله تبقى احسن مهندس في الدنيا كلها. ماشي. انت حابب تقول اي حاجه قبل ما نختم الحلقه دي؟ قول. نفسي اخف واجيب العلاج عشان اطلع مهندس وابني ماما بيت. وتبني الماما البيت؟ ماشي ان شاء الله يا حبيبي. شيروا الفيديو ده يا جماعه على قد ما تقدروا، شيروا الفيديو ده.